أهلا بيكم في مناقشة جديدة. النهاردة بنوصل لحتة كده يعني تعتبر نهاية رحلة وفي نفس الوقت بداية لرحلة تانية خالص. تمام، زي ما مهندس عبد الرحمن حسن قال في آخر حلقة من سلسلة هندسة النجاح الرقمي. النهاية دي هي دعوة للبداية. بالظبط. فالنهاردة هنركز قوي على ليه فكرة إن الواحد يبدأ في العالم الرقمي لازم تكون دلوقتي حالا. هو فعلا السلسلة اللي فاتت التسع حلقات كانت تأسيس مهم قوي. يعني وضحت للناس إن الإنترنت ده مش مكان سهل تجيب منه فلوس وخلاص. لا طبعا. لا، ده ليه نظامه وقواعده ومحتاج وعي. واتكلمت عن إزاي تعمل نظام يعني يشتغل لوحده تقريبا. فكرة الأتمتة دي. أيوة، والأمان بقى وتبني اسمك وتستغل وقتك صح. فاللي تابع زي ما الكاتب بيقول بقى معاه زي خريطة طريق كده. طيب حلو قوي إن الخريطة دي بقت في الإيد، بس السؤال بقى اللي بيطرحه المصدر بقوة، ليه لسه واقفين؟ يعني بعد كل ده، إيه اللي ممكن يخلي حد متردد؟ النقطة دي بالذات يعني محورية جدا في كلامه. فكرة إنك تستنى تبقى جاهز 100% أو تستنى اللحظة المثالية، ده معناه إنك غالبا مش هتبدأ أبدا. ده حقيقي للأسف. هو بيأكد إن النجاح في الدنيا دي خصوصا الرقمية مش للي عارف أكتر حاجة أو الأذكى بالضرورة. لا، النجاح للي بياخد خطوة ويبدأ ويكمل طبعا. وده منطقي قوي في عالم زي عالم الإنترنت، سريع بيتغير كل يوم، يعني التأجيل ده رفاهية مش موجودة؟ مش موجودة خالص، بالظبط كده. الكاتب بيقول إن في الإنترنت الانتظار ده ثمنه غالي قوي. الفرص بتيجي وبتروح بسرعة البرق، فعلا. والمنافسة بتزيد. ممكن تفضل تفكر وتخطط وتلاقي حد تاني بدأ ونفذ الفكرة خلاص. الرسالة واضحة: ابدأ باللي معاك دلوقتي وطور وانت ماشي. أهم حاجة الاستمرارية. كلام جميل ومحفز، بس عشان يبقى عملي المصدر بيقدم خطوات معينة، يعني نعمل إيه عشان نكسر الحاجز ده ونبدأ؟ أكيد، هو مش مجرد كلام حماسي، بيقدم خطوات عملية جدا. أول حاجة، الحلقات اللي فاتت دي مش معلومات وخلاص. لا، دي مرجع ترجع له كل ما تحتاج. تمام، زي الكتالوج كده. اكسر الحاجز ده بأي خطوة مهما كانت صغيرة في المشروع اللي في دماغك. فكرة الخطوة الصغيرة دي بتفرق نفسياً قوي، بتشيل الرهبة. طيب وإيه كمان؟ الخطوة التالتة بقى ودي مهمة، هي إنك تختار نظام شغل مناسب ليك. نظام شغل؟ يعني إيه نظام شغل؟ يعني الطريقة اللي هتشتغل بيها، هل هيناسب وقتك المتاح، مهاراتك الحالية، ميزانيتك؟ مفيش طريقة واحدة صح للكل. المهم تلاقي النظام اللي ينفع تبدأ بيه دلوقتي. يعني ممكن حاجة بتشتغل أوتوماتيك مثلاً أو بتحتاج وقت قليل؟ أيوة، نظام يدر دخل حتى لو الشخص مش متفرغ تماما أو ميزانيته محدودة في الأول، المهم يبدأ. والنقطة العملية دي بتكمل بحاجة تانية لطيفة قوي، إن الكاتب نفسه فاتح باب التواصل معاه للمساعدة. فعلا، ودي بتدي إحساس بالدعم إنك مش لوحدك. وهو بيوضح ده برضه من خلال ذكر خلفيته كمهندس اتصالات واشتغل مدير اي تي قبل كده، ودلوقتي هو صانع محتوى تقني. ده بيدي ثقة للكلام. مظبوط، بيخلي النصايح ليها وزنها. بالظبط. الخلاصة اللي نقدر نقولها من المصدر ده إن مفيش وقت اسمه الوقت المناسب، الوقت المناسب هو دلوقتي. أي تأجيل هو تأجيل للنجاح. 100%. وممكن نختم بأكتر فكرة هو بيركز عليها ومحفزة جدا الصراحة: النجاح مش للي يعرف كتير، لا، النجاح لمين؟ النجاح للي بيبدأ. المعرفة لوحدها مش كفاية خالص، لازم تترجم لفعل حقيقي. جملة قوية جدا وتخلي الواحد يفكر. ويمكن السؤال اللي نسيبه للمستمعين بعد كلامنا ده هو لو فعلا مفيش وقت أنسب من دلوقتي، إيه هي أصغر خطوة، أصغر حاجة ممكن تتعمل النهاردة عشان نحول أي فكرة أو معلومة لبداية حقيقية؟